انا اللي هدخل مصر كاس العالم. مش هنسى اللي وقف جنبي في ال5 جنيه دي. لا 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 لا. جمع كلمه وحي ايه يا ابني؟ انا قلت لهم اسس ده اقرب واحد ليا، وعد الله ما هسيبك. انتوا عرفتوا دي منين؟ يا نهار مش باين له ملامح. انتوا بجد اطيب ناس. كأن سفينار بتعمل كده. طبيب جراح ايه قلوب الناس اداويها. مساء الفل، انا محمد انور ومعايا البوكس بتاع جوسبس. هنفتحه ونشوف فيه وان شاء الله خير باذن الله. اسئله ملهاش علاقه ببعض. مبدئيا كده انت عندك عقده من صغرك عشان بتتضرب كتير. قول لي ليه ده كان بيحصل؟ وغير علقه الطوطه بتاع البلي، فاكر علقه انت اخدتها؟ طبعا فاكر كل حاجه. علقه الطوطه دي اشهرهم. انا اتضربت كتير جدا من وانا صغير، كتير. ضربت وانا كبير بس يعني ايه، بس خفيف. لكن وانا صغير اتضربت كتير جدا، يعني كنت بتضرب. كنت غلبان جدا واكتشفت ان الطيبه ما كانتش بتجيب نتيجه، كنت بتبهدل يعني. وانا كنت اصلا زمان كنت شعري على جنبه محترم كده واطلع الاول دايما. فالاول ده طبعا مشكله، لان انت في المدرسه وفي الدنيا انت بتقعد قدام، فقدام اللي ورا كارهينك واللي في النص كارهينك، فانت دايما طول الوقت في مشكله. واللي جنبك اساسا قدام كلهم يا عيني بنضاره عشان نظرهم ضعيف، فانت في عالم صعب جدا. انا بقى طول الوقت بتضرب، وكان دايما ايه امي تقول لي ايه، معلش بس يعني يا بخت من بات مغلوب ولا باتش. بقول لها اغلب مره يعني. طول الوقت بات مغلوب. اكبر علقه بقى بعد علقه التوته دي. علقه التوته دي طبعا كانت عشان البلي، بهدلني فيها جامد بعد ما كسبته يعني، وبقيت فجاه اغنى واحد في البلي في المطريه. ففجاه راح ضاربني في الاخر بعد ما كسبت كل البلي اللي معاه. لكن بقى الخناقه الثانيه الاصعب بقى دي كانت في المدرسه. دي كنت انا بدات بقى ايه، كنت بقعد قدام غلبان بتبهدل وكل يوم بتضرب وانا رئيس الفصل، فبكتب طبعا العيال اللي بتغيب فبيجوا تاني يوم يضربوني. مع الوقت ابتديت ارجع ورا شويه، اقعد في النص، وبعدين شويه رحت ايه، رجعت قعدت ورا مع اللي بيضربوني عشان ابقى منهم. في الاول بقيت صابي معاهم عشان اعيش، وبعدين بقيت كبار اللي بيتكلموا. فانا جيت في مره خلاص بقى عشان اوصل للمرتبه دي ان اقعد مع اللي ورا، كنت بقيت في ثانوي يعني. ابتدائي اعدادي بتضرب، ثانوي رجعت قعدت مع اللي بيضربوني. فرحت قعدت معاهم ورا، فدخل لنا مدرس حصه احتياطي احنا ما نعرفوش. احنا كان فصلنا اغلبه، انا مش هينفع اقول اسم المدرسه طبعا عشان ما هيتقبض عليا، بس هو عموما يعني فصلنا كان اغلبه مجرمين يعني كنا حتى اسامينا كلها شماخ، السفاح، يعني دي اسامي طلبه في ثانويه عامه ماشي. فاحنا طول الوقت العيال صحابي دول مجرمين جدا، وهم ادرى مني في الاجرام. هم بقى لهم شويه لسه جديد، فهم بيعملوا ايه، المدرس ده ما بيخش، العيال دي طول الوقت بتعمل ايه والله العظيم. اي مدرس يخش يروحوا له لا 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 لا، اي مدرس ماشي، وبس يا ابني بس. فلما ده دخل احنا مش عارفين ده حصه احتياطي، فده جديد. هو اول ما دخل فايه راح باصص لنا كده فسكتنا، وبعدين راح واحد من اللي ورا راح قال ايه، لا عادي احنا زي ما احنا عادي، ده الاستاذ ده طيب جدا. قال لي دي اخر حاجه فاكرها بقى، لان احنا فجاه الفصل وعهد الله كله لا وشماغ لا وبعدين فجاه اتطوروا. هو كل ده ساكت ما اتكلمش، وعهد الله ما اتكلم، وبعدين فجاه لا وطلع بقى ايه السفاح ده. واحد صاحبنا كان اسمه السفاح عشان بيلبس جزمه ابيض في اسود، فكان يعمل للاستاذ لا ونعمل كده لحد لما الاستاذ فجاه من كتر الدوشه ما فيش له اي رد فعل، فابتدينا احنا نقلق، فابتدى الصوت يسكت والله وعهد الله. راح شايل خشبه دكه، انا ما اعرفش ينفع اقول ده ولا لا، بس هي المدارس كانت كده زمان يعني، ان شاء الله دلوقتي مفيش كده. قلع خشبه دكه كبيره وقال له اقفوا كلكم. ضرب غير طبيعي في كل الفصل، وانا في الاخر انا لسه قدام شويه، فهو بيضرب على الايد، وفي النص كده لما يتعب يروح ايه مدي واحده على الدماغ، فتلاقي ايه، فبدات العيال اللي قبلي كلها والله العظيم يعني ايه، انا باصص لهم فتلاقي الدكه فيها 3، تلاقي واحد طلع له واحده حاجه من هنا وواحد هنا وواحد طلع له حاجه من هنا. فقبل ما يوصل لي فانا بضحك مش قادر، فراح مطلعنا انا وواحد صاحبي بره، فقلت مصلحه مش هتبهدل، وعهد هو خلص الفصل وخرج بره بقى، راح رامي الخشبه اللي هي الكبيره دي ودخل خناقه بواني بقى ماشي. فضرب في بطني، وراح دايس عليا في الارض ماشي، في الارض داس جامد، وانا ايه هو دايس عليا كده في الارض، وانا بقول له وعد الله ما هسيبك ماشي، وانا انسان ما هسيب ايه، انا هموت دلوقتي. فاعس وشي في الطبلات. فجاه كل الفصل كله بتاعنا راح خارج بره، وراح قال يا لهوي الاستاذ هاج علينا والله العظيم. الدور كله اتجمع، المدير جه بتاع، احنا فجاه طلبه، المفروض طلبه ومدرس كنا كده في اول الحصه، احنا فجاه كلنا اللي دي ورمه واللي دي ورمه، وانا بقى هدومي مقطعه وعامل كده، وكلنا بنقول له الاستاذ هو وما نعرفش اسمه لحد دلوقتي ولا نعرف ايه الحدوته. كلت علقه وعهد انا مش هنساها. انا اصلا بعد العلقه دي طلعت قعدت قدام تاني، متخرج من كليه حقوق، بس قعدت سنه
انا في كليه هندسه في ليبيا. انتوا عرفتوا دي منين؟ ايه الحكايه وايه اللي وداك ليبيا؟ اللي وداني ليبيا مجموعي ماشي. انا كنت في تانية ثانوي كنت جايب حاجه و90%. اهلي المهندس راح، المهندس جه محمد، مهندس محمد، مهندس بتاع، اكتبوا على الاوضه الباشمهندس، في دماغه مهندس. ثالثه ثانوي كنت رجعت قعدت ورا مع شماخ ومع السفاح وكده، فجبت 50% تقريبا، فبقى التوتال 73%. فدي مصيبه سودا، لانه اهلي ما ينفعش يبقى غير كده. طب نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه؟ ابن عمي في ليبيا بيكلم ابويا، اخباركم ايه مش عارف ايه، الواد محمد وبتاع كان نفسنا يبقى مهندس. هو جايب كام؟ فراح قال 73%. فقال له 73% ده عبقري، انتوا ازاي مش حاسين باهميته في مصر؟ ده مهم ازاي؟ 73 جاب 73. قال له والله العظيم، قال له هاته لي ليبيا ده، هاته. قلت له بجد والله؟ كلمته قال لي والله خلص ورقك واعمل معادله وبتاع وتعالى. رحت بجد، انا ما كنتش عارف، رحت لقيت انه الهندسه هناك في التوقيت ده كانت بتاخد اساسا من 65%. فانا رحت يعني عالم، يعني انا 73%. قالوا انت حابب تخش هندسه ايه؟ فقلت لهم قالوا لي ايوه انت يا راجل انت جايب مجموع كبير يعني فاهم. وفعلا دخلت هناك ساعتها هندسه بترول كمان، يعني قالوا ده اللي خلاني بقى اسيبها. بعدها قعدت سنه وطالب وبتاع والدنيا، وانا بقى هناك بيقولوا لي ايه بس انت لما تتخرج بقى وتعيش هنا بقى وبتاع انت مرتبك. فقلت لهم لا انا مرتبي ايه، انا عايز ارجع مصر يعني بعد قالوا لا ده هي الشهاده مش معتمده في مصر. قلت لهم يعني ايه؟ قالوا لي يعني هي انت لازم تكمل هنا. فقلت لهم ليبيا جميله وبحبها وكان ليا اصحاب كتير جدا جدا هناك يعني، بس انا برضه عايز انجح في مصر في بلدي يعني. قالوا لي لا ده هو انت لازم فرحت ما كملتش السنه في اخرها ورجعت تاني بقى دخلت حقوق عين شمس. كابتن انو اللي هو انت يعني مين اختار لك الدلع ده؟ وليه ما فكرتش تبقى لعيب مش ممثل؟ فكرت طبعا، انا فكرت اعمل كل حاجه ماشي ما دام كنت بتحب الكوره قوي كده. ما كانش بيقول لي كابتن انور ده، انا كان عندي مشكله من وانا صغير انه انا ليه ماليش اسم دلع. يعني طول الوقت بيقول لي محمد، ما فيش انور دي لما مثلت طول الوقت محمد محمد محمد، ولا اصحابي اسمهم حماده واللي اسمه طوطه واللي انا عايز اتدلع، ما فيش حد دلعني. فانا جيت في فتره وقلت لاصحابي ايه انا اسمي كابو، مش عارف ليه وعد الله لحد دلوقتي ما اعرف ليه كابو. اللي هيقول لي محمد مش هرد، اقسم بالله يا كابو يا كابو. فضلوا كتير كده لحد ما امي طلعت لهم قالت لهم اللي هيقول كابو تاني هدلوا عليه ميه سخنه، وبعدها ما فيش رجعت كابو. فانا قعدت كتير اصلا لحد قبل ما امثل اساسا وانا اسمي محمد ما فيش. بس هو فكره بقى الكوره، لا الكوره كانت حلم. بص انا قعدت كتير، انا حاسس انه عندي حاجه من وانا صغير بس مش عارف ايه هي. جربت شويه الطرب بس مع نفسي والله العظيم بجد، يعني كنت اشغل جورج وسوف في الاوضه كده ايام زمان الشريط ابو جنيه ده، واشغل جورج واروح فاصل واروح دايس اللي هو الريكورد الاحمر ده طبيب جراح قلوب الناس داويها ويا مجراح سهرت الليله داريه شافوني قالوا متهني من كتر الفرح بيغني تعالوا اسالوا عني ده انا اللي فيا جراح اطباء الكون ما تشفيني. في حلم تاني بقى اما طولت شويه قلت لا بس انا بقى ايه، انا اللي هدخل مصر كاس العالم. شوف مصر اللي بتحلم بكاس العالم دي، العبد لله هو اللي دخل مصر كاس العالم. قلت ايه الاختبارات القريبه؟ طبعا قال لي صعب اهلي وزمالك، فقلت اقدم في نادي اسكو. نادي اسكو ده الاختبارات ب5 جنيه. لميت ال5 جنيه من كل العيال اللي حواليا وقلت لهم كل ده هيترد وكله هسجله، اما ابقى مش هنسى اللي وقف جنبي في ال5 جنيه دي وعد الله. فرحت عامل ايه؟ رحت رايح ال5 جنيه وقعدت اتمرن طول الليل تحت بيتنا، دكانه كده كانت بتاعت نجاره دكان. فاستنيت لما الدكانه خلصت وبقيت اتمرن طول الليل. واحد صاحبي بيعرف يلعب كوره يحدف لي الكوره وانا بلعب ايه بالدماغ. قعدت طول الليل اتمرن دماغ بس مش عارف ليه. والواد يقول لي اسمع مني بالهيد انت خلاص حسام حسن. اقول له ماشي افرض ما جاتليش هنا بكره عايز اجرب رجلي. يقول اسمع بس مني. طول الليل نعمل كده في الدكانه لحد اما اتشتمنا وطلعنا نمنا. طلعت نمت رحت اختبرت، اقسم بالله ما لمست الكوره. انا رحت لقيت مصر كلها بتختبر هنا، مصر كلها حلمها تلعب كوره فما لمستش الكوره. كان حلمي مش ان انا انجح، انا حلمي المس الكوره لان انا دافع 5 جنيه فنفسي المس بس الكوره ونفسي المسها برجلي. يعني قعدت طول الليل اتمرن بالدماغ وما لمستهاش برجلي. وفي الاخر طبعا احنا 3 مليون طفل، في الاخر اختار 8 مثلا ولا حاجه. فالحلم ده برضو خلص في ثانيه. رحت للمصور وقال لك هطلع لك عينك خضرا بجنيه، قول لي ازاي اقنعك، ولو عايز تغير حاجه في وشك دلوقتي هتغير ايه، ولو معاك الصوره كمان ممكن نشوفها. طب استنى انا ممكن اطلع لك الصوره من على الموبايل. بس بص انا رحت للمصور، كان زمان مش عارف ينفع اقول الاسم الاستوديو ولا ايه، بس هو كان اسمه استوديو مواهب ومشهور قوي في اي منطقه فيه مواهب، دي لازم تبقى استوديو مواهب ماشي. فاستوديو مواهب ده كان بيعمل الست
صور 4 في 6 والكارت بجنيه. عايز عينيك خضراء ابن الناس، ده فلوس تانية، ده جنيه، العين بنص. وكان بقى لو انا وريتك الصوره ما كانش فيه الحاجه بدائيه، فكان هو بيلون عيني في الكارت بقلم اخضر، يعني مش فوتوشوب، يعني هي الكارت عادي عيني سودا وهو معاه قلم الوان ميه حاجه كده وبيروح عامل على عيني كده، فانت بتشوفي الصوره باينه ان انا لانه الالوان بقى مش ظابطها. والله هحاول اطلع لك الصوره لانها انا عملت ساعتها فوتو سيشن ايام ما كان زمان ما فيش حاجه اسمها فوتو سيشن، عارفه الصور اللي هي كده دي؟ عملت كده. بس استنى اطلعها لك والله مش عارف ينفع تشوفها ولا لا. استنى اعمل لك زوم على عينيا وعهد الله بجنيه. انت المفروض عينك خضراء. ها عيني انتوا شايفين؟ انت شايف هنا الزوم؟ شايف مرسومه بقلم والله، حتى خد بالك هو محددها من تحت ومن فوق ما لقاش سواد فراح ايه قافل على الابيض كده. ده بالكارت بالصور بالدنيا كان 2 جنيه ونص. استنى اوريكم بلاوي تاني. دي بقى كان الفتره دي كان مصطفى كامل مدغدغ الدنيا فاهم؟ اقوى من الايام، كان عارف الفتره دي كان فبص اهي اقوى من الايام من الايام انا اقوى من الايام. باينه خدت بالك دي؟ وعهد الله انت عارف ان دي من حلاوتها حطوها على الازاز بره عشان يبيعوا، يعني دي اللي هي كانت مطلوبه دي اكتر، ده الترند ساعتها، فدي من كتر حلاوتها دي حطوها بره كبيره جدا على الازاز كده اللي هو ايه بصوا بنعمل ده شغلنا يعني لو عايز الشغل ده احنا عندنا جوه بجنيه. دي بقى كده دي عارفين دي اللي هي الله، عارفين الفترة بتاعت دايما دموع بتاع حمادة هلال؟ دايما دموع عارفينها؟ دايما دموع دي هي دي الفترة دي والله العظيم. لا الحلقة خدتوا بالكم اصلا من القصة ساعتها؟ وبرضه خدوا بالكم دي لا دي بخضار بقى، دي بص هو من نفس الكارت بس انا اللي مضحكني سيبك من كل ده اللي هو لي الشيشة اللي هنا ده، عارف انت؟ ليه فجأة تصور كده؟ استنوا بقى اوريكم حاجة وحياة ربنا والله العظيم، ده فوتو سيشن كان ساعتها يعني بقول لك باع بيه في المحل، حطه في كل الازاز. والله ما مصدق والله الايام دي الحمد لله، ده الحمد لله ان ربنا كرمني وعهد الله. استنى اوريكم، لا انا عايز اوريك حاجه تانية وانا طفل بقى. دي الاوضه بقى اللي كان لما يجي لنا حد بقى ضيوف قوي، دي اوضه الضيوف. والله العظيم يا نهار مش باين له ملامح. خنقت واحد عشان ما رضيش يديك واحده شيبسي، امال لو حد عمل لك حاجه بجد هتعمل فيه ايه؟ ما هو ده كان بجد، لا ده كانت مأساة. بص انا فاهمك نقطه، انا وانا صغير كنت عشان اخد عيديه ابويا بيجي الساعه 3 العصر، فكنت عشان اخد عيديه استنى 3 العصر دي كان معناها انه العيد خلص، هو العيد بيخلص بعد صلاه العيد ب5 دقائق، فانت العيال بتنزل تعيد في التوقيت ده يفرقعوا بومب ويجيبوا دولسيكا ويجيبوا شيبسي ومش عارف، وانت ما معكش عيديه فانت لازم تتصرف عشان تعيد. فكان من ضمن ان انا اتصرف ان انا واحد بياكل شيبسي وانا بقى عايز واحد، فقعدت اقول له اديني واحد اديني واحد، فكان ابن خالته معدي، فابن خالته معدي رحت انا عامل ايه؟ فجاه الاقي راضي، رحت خانق ابن خالته وقلت له لو ما اديتنيش واحده هقتلك ابن خالته. ليه؟ يعني فجاه كبرت الموضوع جدا بقيت قتال قتله في لحظه عشان واحده شيبسي فاهم؟ بس هم اللي عملوا فيا كده. طب ولو حد ضايقك بجد بقى؟ وعد الله ما بعمل حاجه يا بجد، غلبان وطيب جدا في الآخر. انا ساعتها كنت مضطر عايز اعيط طفل عشان شيبسي بس. جبت الامير كرارة كتاب فيه تشكيله شنبات. قول لي بقى لو هتجيب هدايا للاسماء دي تجيب ايه؟ توته فرخه مشويه، بس انت تجيبي له الفرخه المشويه تجيبيها له وهي بتتشوي، يعني هو متعته مش في انك الاكل، متعته وهي بتتشوي. شوفها وهي بتلف. لا الفرخه وهي بتلف كده كأن صافينار، عارفه بالنسبه له والله العظيم بجد بالنسبه له الفرخه وهي بتلف على الشوايه كده كأن صافينار بتعمل كده بالظبط، عارفه؟ فهو ده رد فعله والله العظيم بجد. فلا فرخه مشويه بس يشوفها. بيومي فؤاد اجيب له ايه؟ بص عم بيومي اجيب له ايه؟ عم بيومي بيحب قوي اللي هي الحاجات برضو اللي هي طواجن والمحاشي. في ست كده اسمها ام احمد دي على طول دي معروفه لما بنصور في المنصوريه او بتاع دي بنجيب منها اكل، فانا اجيب له بقى ايه؟ اجيب له مثلا ممبار، هو بيحب الحاجات دي، حمام محشي، ورق عنب، يعني تمام. انا كله جبت اكل بس ماشي. ويزو طبعا لا ده ويزو ده عايزه، ويزو ده راح اشتري البرنس واكتبه لها يعني فاهمه والله العظيم، اروح من باب اقول للبرنس كام المحل ده يعمل كام واروح كاتب الويزو، لان لا مش ويزو بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يكرمها ويزيدها ما فيش حاجه، بس هي لازم ويزو نفسها اساسا يعني خاطبها عشان يبهرها كتب لها بحبك بالمحشي. انت عارفين الموضوع ده فاساسا انت فاهمه، فانا عشان ابهرها لازم اعدي الليفل ده. مصطفى خاطر يعني دلوع قوي، فممكن اجيب له برفان. يعني مصطفى خاطر لا مش بتاع اكل فماشي، لا ماشي. مصطفى خاطر برفان ماشي. قول لنا حاجه ما حدش يعرفها عن مصطفى خاطر، امير كرارة، احمد فهمي، علي ربيع. مصطفى خاطر حاجه الناس ما تعرفهاش، مصطفى بينسى جدا يعني بيسرح. يعني مثلا مصطفى انت لو بتكلميه في اي موضوع لو ما لحقتيش تختصري كل اللي انت بتقوليه ده في جمله، هو تاني جمله اساسا مش معاك، هو وبيكلم ناس تانية. يعني هو مش بس يعني بص الناحيه التانية بيبدا يدردش مع اللي هو التانيين اللي جم، فانت لو ما لحقتيش تفهميه
هي شكرا. امير كرارة، امير مش عارف ينفع اقولها ولا لا وهيتضايق ولا لا، بس هو امير تشوفي اكشن، نجم اكشن الله اكبر، وبيكسر عربيات ويضرب بويكا وكل الحاجات دي. امير بيخاف جدا من الاسانسير وبيخاف جدا من المرتفعات. يعني احنا كنا بنصور في حاجه في البعبع، كنا نطلع حاجه في الدور 10 هننزل على سلم كده، هو بص كده راح قايل لا سلام عليكم وراح نزل. هو بيخاف، عنده فوبيا جدا، رغم ان هو بسم الله ما شاء الله بصي معروف عنه انه اكشن يعني. احمد فهمي، حاجه ما حدش يعرفها عنه، والله بيتهيألي كل الناس عارفه الحاجه دي، بس حاجه ما حدش يعرفها عن احمد فهمي. فهمي طول السنه، فهمي اساسا حلم حياته انه يعيش في عشه في نويبع. يعني هو مش، يعني فهمي مش فارق معاه انه ينجح قوي او انه يكسر الدنيا او انه ده ما بيفرحوش قوي يعني. تمام يعني شغل بيعتبره شغل. اللي بيفرحه جدا انه يسافر يقعد في عارفه اللي بيسموها بنجلو او اللي هي في نويبع، هو دي بالنسبه له احسن حاجه في الدنيا. علي ربيع، حاجه ما حدش يعرفها عن علي ربيع انه بيتهيألي لا كل الناس عارفه الموضوع ده. ربيع عنده فوبيا من حاجات كتير جدا جدا. يعني في ناس عارفه ان هو ربيع بيخاف من الطيارات، بيخاف من، بس هو لا في العادي بيخاف من، يعني ربيع بيغسل ازازه الميه قبل ما يشرب، فاهمه؟ ولو ما تكتش ما يلمسهاش. بيغسل الموزه قبل ما ياكلها. لا هو عنده فوبيا من حاجات كتير قوي 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 في الاكل. يعني هو ما بياكلش، يعني في التصوير في البريك بيروح يتغدى عند امه ويرجع تاني عشان ما ياكلش من بره. فهو عنده فوبيا من حاجات كتير. هنخش على الفقره الثانيه وهي فقره المعلومات العامه مع محمد انور. اكمل المثل التالي: طمعان جبنا له بيت، انا عارفها دي، فلسنج سكن له فيه. صح. انتوا بجد اطيب ناس وعد الله، لان دي حاجات عاديه بس انتوا يعني خليتوا من روح المعنويه. شكرا جدا. ما معنى كلمه كشخه وفي اي لهجه تقال؟ كشخه دي سعودي. سقفوا لي بقى. والحاجه كشخه يعني حلوه، يعني ده انت دي كشخه لابس على سنجة 10 يعني. ماشي الحمد لله رب العالمين. ايه اغلى نوع توابل في العالم؟ مش عارف. الهندي، توابل الهندي، المكسيكي، المكسيكيانو، اسمها نفسها، التوابل نفسها، الاسم نفسه، الهالوبينو، انا بقول اي حاجه صح. الهالوبينو، صوص الطرطار، في صوص طرطار صح؟ بتكلم بجد. صوص طرطار، انا قلت صوص الطرطار ده اكيد غالي، اكيد صوص الطرطار. طب صوص استني هقول لك بس، بيبقى مع السوشي اسمه ايه؟ بيبقى مع السوشي اسمه ايه؟ الصوص ده اساسا غالي ولا هو مش ده توابل؟ توابل بس مش صوص. توابل يبقى انا حاسس ان اغلى، حاسس حبهان صح. حبهان. امال ايه؟ حمصان، زعفران. من القائل معكش 500 سلف اسدد بيها ديوني القديمه؟ ده فيلم ولا مسلسل؟ فيلم. معكش 500 سلف اسدد بيهم ديوني القديمه. معكش 500 سلف. هي بالطريقه دي فعلا صح. ايوه ما انا فاكر كل حاجه ومش فاكر الفيلم ومش فاكر الفنان. طلعت زكريا، واحده ست. واحده ست يبقى دمها خفيف. ياسمين عبد العزيز، صاحبه ياسمين، منى زكي. مين الحيوان اللي الفك السفلي بتاعه بيفضل ثابت مش بيتحرك؟ الحوت، التمساح. صح. اوه لا مكر صح. جمع كلمة شاي، شيات. صح. انت معاك ايه ده؟ ولا ايه؟ انا كنت في ثانويه عامه وعهد الله النحو ده كنت مخلصه 73%. ايوه. جمع كلمة وحي ايه؟ وحي؟ لا وحي. فيلم فيه اشرف عباقي وسيد رجب، ده مستحيل. كان هو عم سيد، هو طول عمره عم سيد رجب. من كلمتين: القلب وميريه. الحب، حب البنات. صح. عم سيد رجب في الفيلم. انا اول مره اعرف. ماشي. ده تعرف ان عم سيد رجب نفسه ما يعرفش؟ والله العظيم عم سيد رجب نفسه ما يعرفش ان هو في فيلم حب البنات. اكمل الاغنيه: نفسي تسمعيني لو زعلتك سامحيني، صاحبي من غبائه عصام صاصا. يعني ايه دي؟ عصام صاصا دي في الاغنيه ولا هو دي اغنيه المطرب عصام صاصا؟ هي صاحبي من غبائه دي اسم الاغنيه. بص انا مش عارف، بس انا اتوقع اصل هم اكيد كده اكيد صاحبي من غبائه اداك السنجه تغزيني صح. والله بقى اكيد كده، اكيد اصل هم طول الوقت انا غفلتك واديتها لك، انا كنتك مع بنت خالتك، انا طول الوقت في حاجه صح. بس لا اللي انا قلتها بوينت على الارتجال كده خلاص. الحمد لله رب العالمين. يشرب الكلب شربا، اعرب كلمه شربا. انا كنت المتنبي. يشرب فعل مضارع مبني على الضم، يعني يشربوا. ماشي. الكلب فاعل مرفوع بالضمه، يعني يشرب الكلب. تمام. شربا مفعول به مبني على الفتح. يعني ايه مفعول به؟ هي يشرب شربا اسمها حاجه، مفعول للتوكيد. يبقى يشرب فعل مضارع، الكلب فاعل، شربا مفعول مطلق مبني على الفتح.
قلت لك انا اين تقع جزيره الهونولولو؟ اللهم صل على النبي. دي اظن الهونولولو دي ناس رايقه، دي جنب جزر القمر كده والحاجات، صح؟ بس ده كانوا زمان افلام اسماعيل ياسين يقول له ده من الهونولولو. الهونولولو اقول لك الهونولولو دي فين؟ ده ناس الهونولولو دي جنب حاجه بينفوا فيها، كانوا بينفوا فيها زمان سعد زغلول والناس دي. اما اقول لك حاجه، يبقى الهونولولو فين؟ جنب جبال القلب. ما هي لازم جنب جبال القلب يبقى فيها جزيره، امال الناس هتصيف فين؟ ما هي جبال القلب جنب جبال الهيمالايا، يبقى الهيمالايا والهونولولو باينه. هي امريكا، فين في امريكا بقى؟ دي اصعب، ده يا ريتك ما قلت امريكا. لان امريكا ده 50 ولايه، ده ما في، يا ريتك ما قلت ايوه مع امريكا. حاجه منهم بقى. حاجه منهم نيويورك، حاجه متطرفه تكساس، حاجه متطرفه قوي هونج كونج، هاكونا ماتاتا، هاواي. صح. باينه معروف كده. خلصنا فقره معلومات عامه اللي نجح فيها انور بنسبه 100%. شكرا. شكرا. والان مع فقره تعرفني. في اللعبة دي هتجاوب على أسئلتنا بسرعة جدا، بعدها هتتصل بحد يكون عارفك كويس يجاوب على نفس الأسئلة ونشوف عارفك كويس ولا لا. ماشي؟ لا ده أنا أعرف ناس يعني تمام ماشي، إخواتي يعني، فاهمة؟ وأنت في الحمام موبايلك في إيدك وبتطول ولا بتخلص ولا يعني إيه؟ أو أنت في الحمام موبايلك في إيدك، ده سؤال ولا أنتوا عارفين؟ أنتوا شفتوني؟ هو كل مصر بتخش الحمام بالموبايل. أيوة فده بقى، وانا في بتطول؟ الحمام موبايلي في ايدي تمام. بطول وبنسى اساسا، بطول وبنسى، يعني بطول وبنسى ان انا في الحمام، يعني ببقى في دماغي ان انا في اجتماع قاعد في مكتب، يعني بنسى اساسا ان انا في الحمام. مرتب ومنظم في اوضتك ولا هدومك منطوره في كل حته؟ انا هدومي منطوره في كل حته، مراتي هي اللي مرتبه منظمه فبتنظم ده، فانا لو هتحسبوها عليا انا مش مرتب. بعد اكله تقيله بتشرب حاجه ساقعه ولا بتحبس بكوبايه شاي؟ احبس بكوبايه شاي. صحابك خرجوا من غيرك بعد ما كنتوا متفقين، رد فعلك ايه؟ ولا هتعبرهم تاني ولا هترد له الموقف؟ لا يعني تمام، ما بقفش، لا تمام، يعني هعديها عادي لان انا مش، انا تمام يعني، انا سلس جدا وسهل يعني. دخلت السينما بالصدفه والاكس كانت حاجزه جنبك، هتقوم وتمشي ولا مش هتضيع عليك الفيلم؟ هو انا عشان بقى ما اروحش في داهيه، انا ما فيش اكس ولا حاجه يعني، انا تمام، انا اول واحده حبيتها هي اللي اتجوزتها عشان ما نروحش في 60 داهيه. بس لو هنفترض انه في اكس، فلا، لو قاعده جنبي لا هكمل الفيلم عادي. لا انا لانه المفترض ان احنا خرجنا بكل ود واحترام يعني، مش مهزقين بعض المفروض. التشيز كيك بتاعتك عليها صوص كراميل ولا توت ولا فراوله؟ انا اساسا ما بحبش التشيز كيك، ما بحبهاش اساسا. ماشي؟ صاحبك في ازمه وحلها هيسبب لك مشكله، هتحلها عشان صاحبك ولا مصلحتك اولا؟ لا والله حلها عشان صاحبك. وانا ياما اتحطيت في مواقف كتير وانا اللي بتدبس وبتبل. انا ممكن اسس، لان اسس هو اللي بما ان احنا عشنا كتير قوي في شقه واحده مع بعض، عارف تفاصيل كتير من حياتي. الو يا اسس انا فاتح السبيكر، ماشي؟ ما تشتمش. ايه يا حبيب قلبي؟ ايه يا حبيبي؟ انا في برنامج اسمه جوسبس، ماشي؟ بره مصر؟ ده في الزمالك عادي، اسمه جوسبس، ماشي؟ عارفه طبعا. انا بقى في جوسبس دلوقتي، ماشي؟ فطبعا انت عارف في فقره اسئله كده اللي هو ايه، تسال، هيسالوني انا على حاجات معينه وانا الحاجات دي هرد عليها، وبعدين هسالك بقى انت الاسئله دي المفروض دلوقتي عشان يعرفوا انت تعرفني ولا لا. وانا قلت لهم اسس ده اخويا طبعا، مفيش حاجه بخبيها عليه، فماشي؟ طبعا واحده واحده. يلا. وانا في الحمام وموبايلي في ايدي، هل بطول ولا بخلص واطلع على طول؟ بتطول. انت عرفت منين؟ عرفت منين يا صاحبي؟ ماشي، بس صح الله ينور عليك يا يوسف، صح. بقول لكم اخويا والله عارف كل المعلومات. لا ده اي انسان كده مش عارف. دي معلومات عامه، تصدق صح؟ طب انا بص، انا بعد اكله تقيله هل بشرب حاجه ساقعه ولا احبس بكوبايه شاي؟ تشرب حاجه ساقعه. انا قلت بحبس بكوبايه شاي. يا اخويا اللي صح؟ يا اخويا اللي بعتبرك اخويا وصاحبي، لا غلط، انا قلت بحبس بكوبايه شاي. احنا عشنا مع بعض سنين يا اسس، في ايه؟ مش لا دي نسيتها بس. دي نسيتها، ماشي. لو صحابي خرجوا من غيري، ماشي؟ واحنا كنا متفقين مع بعض وخرجوا من غيري وانا كنت متفق ان انا اخرج معاهم، رد فعلي هيكون ايه؟ بعد كده هتعامل معاهم عادي ولا هقفش وارد لهم الموقف؟ هتقفش وترد الموقف. يا ابني انا قلت لهم اسس ده اقرب واحد ليا، عارف كل حاجه. يا ابني انا قلت لا انا طيب وطلعت نفسي حنين وعادي ومفيش حاجه. ايه يا اسس؟ ما بكدبش، انا بقول الحقيقه. دي مش الحقيقه يا اسس، انت جات لي يلا ما نعرفش بعض. الحقيقه. طب ينفع اقفل اكلم حد تاني؟ دخلت السينما يا اسس والاكس كانت قاعده جنبي، ركز في الحوار ده عشان ده فيه خراب بيوت، فهل هقوم ولا هكمل الفيلم عادي؟ دخلت فيلم سينما الفيلم وتكلمها. انت بتقولي في خراب بيوت. طب سلام يا حبيبي، سلام.
سلام يا أسس، سلام. سلام يا أسس، سلام. سلام يا ده. انت بقول لك ايه، انا كنت فاكرك اقرب واحد ليا، مفيش. لا ده علاقتنا، انا عايز اقول لك حاجه، احنا لازم نتقابل بعد البرنامج ده نوطد علاقتنا ببعض شويه. صح. الصراحه ايه، لسه قدامه كذا اكلم حد تاني صدقوني كلامه حلو. ايه ده بسيبه. بهزر. بتهزر ايه؟ انت هتخرب بيتي، ما تهزرش لا، في أنا المنطقه بهزر، دي. انا بهزر. قلت لهم انا ما فيش اكس اصلا يا أسس. بهزر. هتقوم تمشي طبعا، وتاخد الاكس. واخد الاكس. اللي تشيز كيك بتاعتي، ركز عشان انت بتحب الحاجات اللي فيها انجليزي، هل عليها صوص كراميل ولا توت ولا فراوله؟ هل بحب التشيز كيك هو بايه؟ انت اصلا هتاكل تشيز كيك؟ يعني انت مش هتاكل الحاجات دي. امال هاكل ايه يا صاحبي؟ انت هتجيب طعميه. طب الحمد لله. لا تمام ماشي جدع انت. ايوه انا قلت زيك والله. صاحبك في ازمه وحلها هيسبب لك مشكله، هل تحلها ويحصل لك مشكله ولا مصلحتك اولا؟ لا، مصلحتك وتوظف صح. الله ينور عليك يا الله ينور عليك يا لا اسس والله العظيم. احكي لهم قصه. اسكت بس، انت ينفع ما تعرفنيش تاني؟ انا كويس ان انا جيت جوسيبس، وعهد الله عشان اعرفك على حياتي، وعهد الله الحمد لله ان انا جيت النهارده عشان اكتشفك. انا ولا عايز اعرفك تاني ولا همسح رقمك دلوقتي يا اسطى. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا انا ينفع بهزر. اقفل دلوقتي وما خلاص. يا اخي حسبي الله انا ونعم هستنى الوكيل. الحلقه دي، لازم اسمع صوتي فيها. قال لي انا هستنى الحلقه دي لازم اسمع صوتي فيها. هنعمل دوبلاج، هجيب توته يوم مكاني هندبلجه. يلا سلام يا صاحبي. سلام يا حبيبي، يلا سلام. احنا كده خلصنا الحلقه بجد والله. واتبسطنا قوي قوي معاك النهارده. انت اقسم بالله انا اتبسطت جدا 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 بجد، لان انا طول الوقت نفسي في حاجات فيها العاب وكده، وما كانش ده، وانا بحب البرنامج جدا اساسا يعني، بس انا مبسوط جدا بيكم وشكرا واحنا جدا. اتبسطنا قوي والله. شكراً. باي باي. باي باي.